عليكم. موضوع يعني شوي لفت نظري، بانه دائما انا من اصعد بالسياره يعني اخذ لي مقطوعه مثلا، يعني شلون مثلا شغله احبها، بابا بابا بالخراب نوموني نوموني، هاي دائما يعني احبها ارددها. مال الضوء عبر شلون بالله الثانيه بالله شلون بالله راحت من بالي. المهم فقلت ليش انا مثلا اقرا قصيده او اقرا مثلا. مرات واحد يصير بالسياره واحده ما عنده مسجل يغني له اغنيه يحبها، صح لو لا؟ هاي كلها صايره عندها، لا تقولوا له بس اني. فانتبهت على روحي قلت انا احسن ما اقرا قصيده ما بيها شيء حلوه، واحسن ما اخذ اقرا اغنيه همين. ليش ما اقرا قران؟ فقمت اتعلم يوميا ايه ارددها دائما، بس من اطلع بالسياره اقرا هاي الايه، هم تفيدني وهم اتعلم من عندها، لان هي الايه موعظه والايه تعليم. الايه هي شنو؟ هي رساله انت لازم تطبقها، صح لو لا؟ وانا جاي اتعلم، يعني الواحد مو عيب واحد جاي يتعلم يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. حتى صوتك أول شيء يصير شوي تتعلم تقوم تجوز، يصير عندك يسمون الجود، ما ادري تمجيد، ما ادري يسمونه، اكتبوا لنا بالتعليقات شو يسمونه. انا مرات لساني يصير ثقيل وانتم تعرفون بعد. فبسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك لو هي همينة أكثر من أكو مرات واحد يقراها ويغلط بيها، صح لو لا؟ الواحد ما معصوم من الغلط. فرسالة شوية تعجبكم ما تعجبكم لليدي توصل وما توصل لعادي. المهم دائما اقرأ آيات أحسن ما تقرأ قصيدة أو تقرأ مثلا أغنية، صح لو لا؟ فدوى قلبكم. ترى الآية سبحان الله يعني الآية بها هواي شغلات تتعلمها. مثلا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شنو هسه تفاصيل الآية؟ والله ما حد يعرف. قل اكتب لي بالتعليقات شنو تفاصيل الآية. وكو آية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم شو تقول؟ بالله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. شوف الآيات قد بيها الرسالة. يلا كتبوا لنا ايش افتهمتوا من هاي المقطع، إن شاء الله تفتهمون وتقومون تبدلون من محتواكم. ترى حلو القرآن، أحسن من الأغاني وأحسن من هاي الأغاني كلها مال الشياطين وعالم صاعدة براس الزواج على قولتهم. فدوى لقلبكم وربي يوفقكم ويهديكم. حبيبنا الغالي حبيبنا، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. فدوى لقلبكم وكتبوا لنا قصص شي بالتعليقات حتى ننزل لكم اياها القصة، نسوي لكم اياها تمثيل، يعني نمثل لكم على القصة مالتكم الكتابة، نسويها مقطع حلو يفيدك ويفيد المجتمع. في مال الله.